فنانة بالرغم من إنها اتولدت مسيحية إلا إنها اتدفنت في البقيع في السعودية، وصلى عليها 50,000 مصلي، وأطلقوا عليها خطافة الرجالة. حلقتنا النهاردة عن الفنانة إيلين داغر. يا ترى مين هي والدتها اللي كانت أشهر منتجة للسينما في الوقت ده؟ وإيه موضوع الحلم اللي حلمته؟ تابعونا للنهاية. الفنانة إيلين داغر اتولدت سنة 23 في لبنان، وهي بنت المنتجة الكبيرة آسيا اللي كانت أهم منتجة أفلام زمن الفن الجميل، وخالتها تبقى ماري كوين زوجة المخرج الراحل أحمد جلال. وبدأت حياتها بالأدوار التانية، بس كانت بتقوم بأدوار مهمة في أفلامها لحد ما أقنعها الناس القريبين منها تغير اسمها علشان تكسب تعاطف الجمهور، وفعلا غيرته وبقت منى. وقدمت 20 فيلم في 10 سنين، وكلهم كانوا من إنتاج والدتها آسيا. وانطلاقتها الفنية كانت من خلال فيلم أما جنان مع إسماعيل ياسين وزينات صدقي سنة 44. واتجوزت إيلين داغر أول مرة من المهندس علي برهان، وخلفت منه طفلين بس وما استمرتش معاه، وانفصلوا بعدها واتجوزت علي منصور اللي كان يعتبر واحد من أشهر وأهم المحاميين في مصر في الخمسينيات، وأشهرت إسلامها بعد جوازها منه ب5 شهور، وده لما شافت التزامه في العبادات وأخلاقه العالية، وغيرت اسمها لعصمت، وخلفت بنتها وهي بتحج وسمتها فاطمة الزهراء على اسم بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. وقررت إيلين داغر إنها تعتزل الفن وتتفرغ للصلاة والعبادة. وبعد فترة طلبت من والدتها المنتجة آسيا إنها تحرق كل الأفلام اللي شاركت فيها، بس آسيا صدمتها ورفضت وقالت لها الأفلام دي فيها تاريخ السينما المصرية وشارك فيها أهم الممثلين، انت لما خدت قرار دخول الإسلام أنا معرضتكيش، احترمت قرارك، أما الأفلام دي ملكي ومستحيل أحرقها. طيب ليه بقى أطلقوا عليها لقب خطافة الرجالة؟ ده لأنها لما مثلت لأول مرة كان بالصدفة، لأن كل الفنانات رفضوا يعملوا دور البنت الأرستقراطية الشريرة اللي بتخطف البطل من حبيبته أو حتى مراته. وللأسف ما عرفتش تغير الدور ده في كل أفلامها لحد ما طلع عليها لقب خطافة الرجالة، بالرغم من إنها كانت في الحقيقة بتكره الشخصية دي. وشافت إيلين داغر قبل وفاتها رؤية في المنام إنها بتتوفى في السعودية، وفعلا اتحقق حلمها بعد شهور لما كانت في زيارة للمدينة المنورة، وتوفت هناك وصلى عليها أكتر من 50,000 مصلي، واتدفنت في البقيع عن عمر 77 سنة. رحم الله الفنانة إيلين داغر وأسكنها فسيح جناته.